السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله سالم من قناة دير رافاتي. وأريد 10,000 مشترك. لا تنسى الاشتراك بالقناة. هدفي هو أن أفوز هذا المنحف. هذا مجنون علي المرجاني. الكل يعرف بي ويا شباب أريد دعم من التواصل. اليوم ويانا نظرية خطيرة جدا، وهي عن شخص معروف، وهي عن المكروه عين علي المرجاني وعلاقته هو بيتر فوح. وهاي فيديو حتى وهاي كلاش شباب. اليوم مثل ما راح تشوفون راح تكون عندنا طريقة للهجوم البيكا. راح نشوف أول شي الهجوم مال البيكا. مثل ما تشوفون شباب، نزلنا الجولم مع الملك والملكة والوزرد بينهم مثل ما قاعد تشوف. وهاي تنين دعم ماكس، والحران أيضا ماكس مثل ما تشوفون. دبينا سبيل التقوية مثل ما تشوفون. قضوا على برج الوزرد. هذه ملكته في 3. شغلت خاصية الملك مثل ما تشوفون شباب. دبيت التسريع، قضوا على المدينة. جميل جدا جدا شباب. بشرح السابق نزلت عن طريقة شلون يسرقون قريات مال كلاش اوف كلانس، وشلون يسرقون قريات كلاش رويال أيضا. مثل ما تعرفون شباب، اكو بعضكم جربوها وقالوا ما نجحت. الطريقة هي لازم أول حرفين من اسم بلدك تضيفها بالكود أو السريال. أنا خليت الجو الفيديو، وأتمنى الشرح بالتعليقات تكتبون التخطيط اللي انت تريدوه، وأنا راح أكون أهجم لكم مثل ما تريدون. سرع الفيديو ما تشوفون السير لغاية من جودة بين العرش على البرج حتى يكتب بسرعة. وانتهت الهجمة. انتهت الهجمة مثل ما تشوفون شباب. هذا الهجوم انتهى. عندنا هجوم هنا ثاني حبي نجمتين. مثل ما تشوفون شباب، ذب زلزال لما 4 زلزال يدمر جدار أي مستوى، حتى لو كان زلزالك ليفل 1. إذا 4 زلزال راح يدمر الجدار. مثل ما تشوفون شباب الدعم، سحب الدعم، وهاي أول خطوة لازم اللاعب يسويها بالهجوم. مثل ما تشوف ذبوا الوزرد، ذب الوزرد قضى عليه. مثل ما تشوفون شباب هجم ب3 جولم، ذبهم على جهة، وبعدها ذب الوزرد ورا الجولم حتى ينظفون المنطقة. ذب البيقا بعد ما نظفت المنطقة حتى البيقا ما تشطح برا المدينة وتطب للداخل. ذب الملك والملكة أيضا، ذبالهم سبيل التسريع أو الغضب. مثل ما تشوفون المنتصف تفلش، وهي أقوى شي عند المنتصف. بعد ما يفلش راح تكون سهلة عليه الباقي. دخل قدر يدخل المنتصف. مثل ما تشوفون كانت هجمة جميلة جدا. مثل ما تشوفون شباب، ما بقى عنده جنود، بس الدفاعات انمسحت. مثل ما تشوفون شباب الملك هنا مات، وللأسف الوقت ما كفى حتى ياخذ النجمة الثالثة.
هذي دائما تطلع بالشاشة ضوجتني. شباب الشرح اليوم مو مثل يعني العادة، شوي مغوش ودائما تطلع هاي تضوجني. آسف، بس البرنامج مثل ما تعرفون برامج التصوير دائما تكون بيها مشاكل وخلل. يعني نجي نشوف الهجوم. هذه هجمة الهوك رايدر. مثل ما تشوفون شباب، أول شي بالهوك رايدر لازم تسحب الدعم. هاي احنا سحبنا الدعم بين سبيل بالسن، سرعنا حتى لما نقل الدعم. مثل ما تشوفون سحبته أيضا بالآرش، ذبيت الملك والملكة حتى يقضون على الملكة مالته، لأن الملكة أكثر شي تضر. مثل ما تشوفون ذبيته على شكل سطر، الهوك ذبيته على شكل سطر. مثل ما تشوفون هاي القنبلتين قتلولي الهوك، لو ذبهم كلهم بمكان واحد كنت راح أخسر بهاي النقطة. مثل ما تشوفون شباب بقوا مجموعة من الهوك قاعد يقوم بدفاع. هنا ضربت هاي القنبلة، لكن ذبيت سبيل الشفاء وعالجتهم بالوقت الأخير. مثل ما تشوفون شباب سوينا تسريع للوقت وقدرنا نقضي عليه. الشرح الجاي إن شاء الله يكون عن كلاش رويال، لأن أكو هواي شباب كلاش رويال. كلاش رويال اللي ما يلعبها أنصحه بيها، لأن لعبة جدا جميلة. تقريبا هي راح تكون أفضل من كلاش أوف كلانس حتى. مثل ما تشوفون شباب مسحنا هالقرية. هاي شباب كان الهجوم بالنسبة لكلاش اوف كلانس. خلونا هسه نروح للشرح. اوكي، اتمنى تكون وصلت الفكرة، وانا انطيت الفكرة خلاص. يعني انطيتك عدة هجمات في كلاش، وانتو بنفسكم شوفوا يا هجوم يناسب القرية، مع انه كلهن يفيدن هواي جدا، مثل عين المنحرف. إذا ضحك يعطيك حالة رعشة. أهم الأسئلة واللي تنزلوها بتعليقات راح أرد عليها بالفيديو الآتي يا شباب، مثل ما تشوفون على كيفكم شوية. وراح أنزل حلقات خاصة جميلة وعلى طلباتكم أيضا. وأحبكم الله شباب، نريد دعم منكم، وأيضا نريد يعني نشاط منكم يا شباب. يعني لازم تكونوا نشطين حتى القناة تكون جيدة. مثلا شباب، أول شي تقدرون تفيدونا بالتعليقاتكم وتنشرون صفحاتنا في أكثر مثل ما تقدرون يعني شباب. وأدري أنا طولت الشرح عليكم أيضا، بس مثل ما تعرفون يعني مثل ما شوي شوي على كيفكم يعني. لا تنسوا شباب، أحبكم الله، وأكيد نحن نريد منكم دعم. لا تنسون أيضا إنه تدوسون لايك أو سبسكرايب، ويعطيكم ربي ألف عافية. مثل ما قلت لكم لايك وسبسكرايب، ويعطيكم ربي ألف عافية. أتمنى